السلام عليكم حبايبي ومرحبا بكم معي في قناتكم قناة أميرة. الوصفة تاعنا تاع نهار اليوم غادي نحضر معكم لي براسلي بشوكولا بالطلاء تاع فيريرو، يجي روعة. ما تنسوناش بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل رمز الجرس، وما تنسوناش باللايك ليصلكم كل جديد. هنا نبداو الوصفة تاعنا على بركة الله. بسم الله. هنا عندي 250 غرام زبدة دائبة درجة حرارة الغرفة. هنا عندنا نص كاس زيت باش تعطينا كميه لاباس بها. وكي نديروا الزيت مع الزبده ما نديروش المايزينا باش ما يجيناش يتفتت بزاف. هنا عندنا كاس سكر. هنا كاس سكر باسكو بين الزيت والزبده راه ما يعادل 500 غرام تاع زبده. انا نديرو زوج حبات بيض. الا درتو غير 250 غرام زبده وحدها نديرو نص كاس سكر. هنا نديرو زوج حبات بيض باش الكاطو تاعنا ما يجيناش يتفتت بزاف. هنا كما راكم تشوفوا درتها في الخلاط يتخلط. نتوما خدموا غير بيديكم. هنا عندي زوج مغارف كاكاو اسود، وعندي 3 مغارف جنجلان، وعندنا كاوكاو محمص ومرحي. هذا الحلوى تجي فيها بنه شابه بزاف. كما راكم تشوفوا الحشو تاعها ماشي غير صابلي عادي، راه فيها الكاوكاو، فيها الجنجلان، فيها الكاكاو، فيها غادي نديرو عطر البندق. هنا ما عندكمش العطر معليش ما ديروش، سي با لابين، باسكو الكاوكاو والجنجلان ديجا يعطيكم ذوق شباب. ونعاودو نرجعوهم يتخلطوا. وهنا تبدا هذاك السكر يذوب كاع. هنا نضيفو نصف كيس خميره. ضفت هنا الفرينه. كما قلت لكم سي با لابين نضيفوا المايزينا باسكو رانا دايرين الزيت مع الزبده غادي تجينا العجينه تاعنا طريه. هنا راني نضيف الفرينه غير بشويه حتى نتحصلوا على عجين متجانس وماشي ناشف بزاف. هنا على حسب النوعيه تاعكم تاع الدقيق. الا كنتو تستعملوا الدقيق سفينه ولا تخدموا به تمتم، ولا كنتو تستعملوا الدقيق تاع شكاره كبيره الا كنتو تستعملوا الدقيق تاع شكاره كبيره خلوها تريح شويه باسكو غادي تنشف، وتما خلوا العجينه تاعها تكون شويه طريه. انا كما راكم تشوفوا الا ما عندكمش هذا المول شكلوا براسلي عادي بيديكم، كما تقدروا ديروه مقروطات وتديروا هذاك الكاطو تاع حلوه تاع القطيفه. انا هذا العجينه نستعملها في القطيفه ونستعملها في هادو. هنا غادي ندخلها للفرن مسخن على درجه حراره 180. وما نخلوش الكاطو تاعنا حتى ينشف بزاف. هنا ديك الحلوى تاعي بعد ما طابت راني ذوبت الشوكولاته في حمام مائي ودرت لها مغرف زيت ودرت لها الماء الساخن. قعدوا تحلوا فيها بالماء الساخن خاطر الولاد تحسوها تجمدت، بس قعدوا تضيفوا غير بشويه حتى تنحل. وهنا عندنا الكاوكاو تاعنا محمص. انا نهز هكا القابصه باش هذاك الخشين يطلع الفوق. دائما الكاوكاو كي تطحنوه هزوه الخشين يطلع لكم الفوق هو اللي تستعملوه. انا خلطوا الشوكولا تاعنا مليح ونشوفوا اذا كانت عاده مخصوصه كاوكاو. نحسوها تجي ثقيله بالكاوكاو. هنا تبغوا تستعملوا شوكولا سوداء، تبغوا تستعملوا شوكولا بالحليب على حسب وهنا عندي شوش الورد.
للتزيين. هنا التزيين عندكم اختياري. شوفوا هنا الحلوه تاعنا بعد ما طابت. هنايا قلت لكم كي ديروا هذوك ليمون البراسلي تاعكم يجوكم كاع قد ويجوكم كاع كيف اللي ما عندهاش المول عادي ديرهم براسليت غير بيديها. ولا هذه الطريقه تستعملوها في اي مول، ماشي مشروط هكا يكون عندكم كعكات، تستعملوها في مول تاع سيليكون تاع الكاز، تستعملوها في اي مول. شوفوا انا هذوك ساشي تاع الديول ما نقيسهمش، نديرهم في البلا من تحت من نبغي نكلاصي باش ما نقعدش نغسل في البلاوات بزاف راكو عارفين. نقدر داك البلاستيك ونقيسه. هنايا الشوكولا تاعنا نبداو نكلاصو في الحبه تاعنا. ولا شوكولا. نبدا نكلاصي في الحبات تاوعي حبه بحبه، وهما عاده هكا كطريين ندير لهم هذاك شوش الورد باش يلصق فيها. هنايا من الاحسن اي تزيين تبغوا ديروه ديروا عاده تكون الشوكولا تاعكم دايبه باش تشد روحها، باش يتشد لكم هذاك الشكل اللي غادي ديروه. هنا نبداو نضيفو في الورد تاعنا على الطرف. تبغوا ديروا هذيك الورقه الذهبيه تبغوا ما ديروش كاع، هنا التزيين عندكم اختياري. لا. هذيك البقعة تحسي. اوكي. وهنايا هذه هي الوصفه تاعنا. شوفوا بعد ما نشف كما قلت لكم كي ديروا له الزيت والحليب والمحامي شوفوا يقعد يبري الشكل تاعها. شوفوا راه ناشف بصح يبان يبان عاد مشمخ، هو راه ناشف. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه، بارطاجوها لنا مع احبابكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.